تخيل معايا علاج بيحسن المزاج، بينزل السكر، بيقوي القلب ويخليك تنام احسن. لا وكمان بيحسن المود ويحسن المزاج، والاغرب انه مجاني وموجود عندك كل يوم. لا هو اعشاب غالية ولا حبوب سحرية من الصيدلية. السر في خطوتك. يا ريت اللي مش مشترك في القناة يشترك ويدوس على زر الجرس حتى يصله كل جديد، وندخل في الموضوع ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انا بتكلم في الفيديو ده عن المشي. تعالى اقول لك سر. اغلب الناس فاكره ان المشي حاجه بسيطه. اغلب الناس فاكره ان المشي حاجه بسيطه، لكن الحقيقه ان معظم الاطباء حوالين العالم بيعتبروا المشي واحد من اقوى الادويه الطبيعيه اللي ليها تاثير شامل على الجسم كله، وبيعتبروه هو الدواء اللي مركون على الرف ومحدش بيستعمله. طب ليه بقى مركون على الرف؟ لاننا بقينا للاسف الشديد جيل الريموت كنترول. المواصلات بقت لحد البيت، باب البيت، والاكل بيوصل بالموبايل. فجسمنا بدأ يصدي مشوار ما يكملش 5 دقايق لازم نركب له توك توك دلوقتي عشان ايه؟ ما نمشيش. ونشوف فوائد المشي اللي قال عليها العلماء. اول حاجه يا جماعه، المشي بيهدي التفكير. بيهدي التفكير ويقلل التوتر وبيحسن المزاج بشكل واضح. يعني لو حضرتك مخنوق شويه، انزل امشي نص ساعه هترجع واحد تاني. مش بس كده، ده كمان بيقلل فرص الإصابة مع التقدم في العمر للناس الكبيرة في السن. بيقلل فرص الإصابة بمرض الزهايمر. المشي كمان بيقوي القلب ويقلل الكوليسترول الضار اللي هو LDL. يعني حرفيا بيحميك من أمراض القلب. في فوائد تانية، طبعا ليه فوائد تانية. المشي بيساعد جسمك يستخدم السكر بشكل أفضل، وده مهم جدا للوقاية من السكر اللي من النوع التاني. هل في فوائد تانية؟ في فوائد تانية. المشي بيشغل الأمعاء زي الساعة. المشي بيخلي الأمعاء بتاعتك تشتغل زي الساعة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقلل الإمساك وبيقلل مشاكل القولون وبيقلل خطر الإصابة أو مشاكل خطيرة جدا زي سرطان القولون. بيقلل من فرص الإصابة بيه. كمان المشي بيقوي العظم. بيقوي العظم لأن بيقلل خطر هشاشة العظام. طبعا من غير ما يتعب المفاصل زي الجري. هو مش زي الجري، يعني من غير ما يتعب المفاصل. فهو ايه؟ المشي بيقوي العظام. كمان المشي بيقوي العضلات، مش بس عضلات رجلك بس، ده عضلات وسطك كمان والكتفين كمان. هل خلاص كده؟ لا، في بقى حاجة تانية. المشي بيوسع الشعب الهوائية وبيخليك تتنفس وانت مرتاح. كده عرفنا فوائد المشي. طب قول لنا بقى نمشي ازاي؟ ايه القواعد اللي نمشي بيها علشان نستفاد منه؟ في قاعدة بتقول ايه يا جماعة؟ اسمها اختبار الغناء. ما تستغربوش من الاسم. يعني حضرتك تمشي بسرعة تخليك تعرف تتكلم مع اللي ماشي جنبك بس ما تعرفش تغني. شفت المقياس ايه؟ يعني لو انت حضرتك ماشي مع واحد كده وبتغني يبقى انت حضرتك بتدلع. لكن لو انت ماشي مش عارف حتى تتكلم يبقى انت جيت على نفسك بزيادة. يبقى قاعدة الغناء انك تمشي بسرعة تخليك تعرف تتكلم مع اللي جنبك بس ما تعرفش تغني. طيب نمشي قد ايه؟ العلماء قالوا ان 30 دقيقة يوميا لمدة 5 ايام. يعني لو زادت مش مشكلة، بس 30 دقيقة على الاقل خالص 5 ايام في الاسبوع. مين اللي ياخد باله قبل ما يمشي؟ يعني هل المشي ده متاح لكل الناس؟ في ناس لازم طبعا تاخد بالها قبل ما تمشي، زي لو حضرتك عندك مشاكل في القلب او الام في المفاصل او دوخه مستمره، يبقى لازم تبدا واحده واحده كده. ولازم برضو استشاره الطبيب. كلامي مش نهائي في المواضيع دي. لازم استشاره الطبيب. يعني لو الطبيب قال لك ما تمشيش ما تمشيش. طب بيقولوا بقى ان المشي حافي مفيد. الكلام ده صح ولا غلط؟ ده كلام بيتقال بنسمعه واحنا صغيرين. المشي حافي يا جماعه، بس يكون على الرمله وعلى النجيله او على النجيله. ده بيعمل ايه؟ بيفرغ الطاقه السلبيه اللي موجوده في الجسم. وجربوها، جربوها تحسوا بفرق رهيب جدا في النوم. بس كمان ممكن يساعد. المشي حافي كمان ممكن يساعد على ضبط التوازن وتنشيط عضلات القدم. لكن ممكن بقى يكون خطر لو انا بمشي في ارض مش نظيفه وفيها زلط وفيها مسامير وفيها ازاز. فطبعا ممكن تعمل اصابات. يعني اللي بنمشي على الرمل النظيف او على النجيله. طب لو حضرتك ست بيت بقى ومش بتخرجي كتير، هل الكلام ده ليكي؟ طبعا هو الافضل طبعا ان احنا نخرج بره ونمشي ونشم هواء اكسجين ونتمشي في الشارع او الجناين او الملاعب او الانديه
ده الافضل طبعا. لكن لو مش متاح الكلام ده، مش لازم تنزلي تمشي بره. يعني لو الكلام ده مش متاح، امشي جوه البيت، امشي وانت بتتكلمي في التليفون. وما اكتر الوقت اللي بتتكلمي فيه في التليفون استغليه وانت ماشيه في الطرقه كده والصاله واوضه النوم كده، رايحه جايه وانت ماشيه بتتكلمي في التليفون. امشي 10 دقائق بعد كل وجبه. ابعدي الريموت كنترول من المكان اللي انت قاعده فيه عشان تقومي تجيبيه. اقل مجهود يا جماعه في البيت احسن 100 مره من القعده قدام التلفزيون ولا مسكه ايه، الموبايل بالساعات. وفي النهايه المشي مش رفاهيه، المشي مش رفاهيه، ده قرار صحي حضرتك انت اللي بتاخده. دلوقتي بقى انا عايز اشوف تعليقاتكم. بتمشوا كام دقيقه في اليوم؟ ومين فيكم جرب يمشي حافي وحس فرق ولا لا؟ ولو عندك سؤال بعلاقة الأكل بالمشي اكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم بنفسي. ابعت الفيديو ده لأي حد بتقول عليه إنه كسلان. كنتم في قناتكم قناة تثقيف غذائي وصحي مختار سالم قمر، بنهتم بكل تفصيلة بتخلي حياتكم أجمل وأصح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم واجعله في ميزان حسنات كل من شاهده ونشره ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. ما تنسوش بقى تدعوا لي وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق، وادعموا القناه بالشير واللايك والتعليقات عشان ننشر الوعي الصحي والغذائي في المجتمع. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.